عارف ايه اكتر وقت ربنا بيختبر فيه البني ادم؟ مش لما بيكون عندك مشاكل، ولا لما بيكون عندك ضغوط، ولا لما بيكون بعض الناس اللي موجوده حواليك بتحاربك. اكتر وقت ربنا بيختبر فيه البني ادم اما تصحى من نومك كده وانت قاعد على السرير وعمال تبص للسقف وحاسس باحساس توهان اول مره تحس في حياتك، تحس بعدم رغبه في اي حاجه حواليك بالرغم ان عندك نعم كتير موجوده في حياتك قوي. اللحظه دي كتير مننا بيفتكر انها نهايه الدنيا، نهايه العالم، بس صدقني والله اللحظه دي ربنا بيعملها لك وكأن دي علامه انك هتقدر تعمل تغيير في حياتك. كل بني ادم بيقوم في حياته بيعمل تغيير بيوصل لمرحله اسمها فقد الشغف، فقد الاحساس بالحياه. اللحظه دي اشاره من ربنا، اشاره انك تبدا تدي لنفسك زقه لقدام وتعترض على كل حاجه موجوده في حياتك. تصحى الصبح كده تقول انا مش عاجبني حياتي، مش عاجبني وضعي، مش عاجبني الروتين اللي انا ماشي فيه ومش هيخليني اعمل اي حاجه. اللحظه اللي انت حاسسها دي بدايه، ولازم تقنع نفسك انها بدايه، ولازم تقوم وتسند نفسك وتقرر للحظات بسيطه انك تاخد خطوات كنت مأجلها، تعمل الحاجات اللي انت كنت مأجلها، وتحاول تقاوح في المشاكل اللي انت خلاص كنت بتقول انا استسلمت فيها، وتحاول والله العظيم تزق نفسك، تجبر نفسك انك تعمل الحاجات اللي انت كنت بتقول انا ضعيف ومش قادر. وساعتها بس هتلاقي نفسك ان انت ما عدتش تايه، لان التوهان ده دوامه بتاخد البني ادم لتحت. فانتفاضتك واعتراضك عليها ومحاولتك انك تتغلب عليها حاجه هتوقفك على رجلك تاني. ايوه، المشاعر اللي انت حاسسها دي مشاعر كدابه، لان المشاعر دي مش مشاعر بتقولك انك خلاص انتهيت، ده مشاعر واختبار ربنا ليك عشان انت تحول نفسك من بني ادم ما كنتش قادر لبني ادم بقى قادر يعمل ان هو حاجه. التوهان مش عيب، فقد الشغف مش عيب، التعب وان تحس ان جسمك كله فاصل مش عيب، ده علامه بيقولك ان دي نقطه تحول. ولو قمت وزقيت نفسك هتحكيها قدام ان كان في يوم الدنيا كلها مغيمه والدنيا ضلمه حواليك ولكن انت قدرت تقوم. صدقني والله العظيم انت تقدر تقوم.